افضل مراوح سقف في 2026 في مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا بيكم في حلقه جديده من قناتكم بيكوين. المراوح السقف في كتير جدا في السوق المصري، انواع كتيره جدا، فالنهارده جاي اقول لك على افضل 3 انواع فيهم. فقبل عشان ما نطولش عليكم ونخش في الموضوع على طول، نشوف معانا ايه النهارده. مش كل الناس تقدر تجيب تكييف او تقدر تجيب مبرد صحراوي، واوقات التكييف بيحتاج مروحه معاه عشان يوزع معاك الهواء، فانت بتقرر تنزل تجيب مروحه سقف لانها بتكون الاكثر توزيعا في المراوح. يعني مروحه السقف بتوزع الهواء اكتر من الحيطه واكتر من العمود، فبتنزل السوق بتلاقي انواع كتيره جدا فبتحتار. فانا النهارده جاي اقول لك على افضل 3 انواع موجودين في السوق المصري. النهارده جاي اصنفهم، هبدا معاك من رقم 3 لحد ما نوصل لرقم 1 في السوق المصري. طبعا ده بناء على مبيعاتنا وبناء على تجارب عملائنا والشكاوى اللي بتيجي من المراوح دي. في المركز الثالث معانا تيجي مروحه حجازي. مروحه حجازي تلاقي ناس تقول لك مروحه حجازي دي رقم 1 في السوق المصري، هات حجازي دي افضل من دي وافضل من دي، وناس ثانيه بتلاقي معاها مشاكل كتير في مروحه حجازي. طب ليه التفاوت في وجهات النظر دي؟ مروحه حجازي طبعا بتكون 56 بوصه معدن بالكامل، قوة أقوى مروحة موجودة في السوق من حيث عدد اللفات، الموتور بتاعها بيكون نحاس، فيها كل حاجة. المروحة كده تقيلة ومحملة، والمروحة بتاعت شغل 24 ساعة. هشبهها لكم كده مثلا بحاجة في التلاجات. حد مثلا من الناس الكبيرة يقول لي لا دي تلاجة كريازي أفضل تلاجة دلوقتي في السوق. طبعا الكلام ده زمان كانت كريازي رقم 1، مفيش بيت في مصر ما فيهوش تلاجة كريازي. فنفس الكلام كده في فئة المراوح ينطبق على مروحة حجازي. طب الكلام ده صحيح ولا لا؟ بص من الاخر كده، مروحه حجازي عامله زي البطيخه، تطلع حمراء تطلع قرعه. ممكن تجيبها تقعد معاك 20 سنه، ممكن تجيبها يطلع فيها مشكله ويطلع فيها عيب ما تكملش معاك السنه. طيب اقول لي ما انا ممكن اصلحها او ممكن اعمل لها او للاسف خدمه ما بعد البيع في مراوح حجازي تكاد تكون مش موجوده. فانت وحظك بقى، لا جبت المروحه دي وقعدت معاك سنين طويله، لا جبت المروحه دي وحصل فيها مشكله او بيكون فيها عيب تصنيع زي ما بيجي لنا من العملاء، وكده ضاعت عليك فلوسك، لان سعرها برضو مش بيكون رخيص، سعرها بيكون غالي، وصلت في الصيف حوالي 3000 جنيه. فده كده بالنسبه لنظام المروحه حجازي. انا جبتها ليه في المركز الثالث؟ لان انا بحب الحاجه المضمونه، اخد هواء كويس، اخد عدد لفات كويسه، واخد عمر افتراضي طويل، واخد ضمان برضو محترم. دي وجهه نظري في الموضوع، عشان كده جت معانا في المركز الثالث. حد يخش لي في التعليقات يقول لي والله انا عندي مروحه حجازي بقى لها 20 سنه والحكايه، ايوه على عيني وعلى راسي يا حاج، بس دلوقتي الجوده مش زي زمان، دلوقتي حاجه وزمان حاجه. انا بالنسبه لي انا وجهه نظري في المركز الثالث. في المركز الثاني معانا مراوح بريفكس. مراوح بريفكس عامله موديلات كتيره جدا تناسب كل الناس. في مروحه اسمها الصاروخ، مروحه اسمها الجامبو، في مروحه اسمها باور بيكون فيها لمبه، في منها موديلات كتيره جدا. بالنسبه للجامبو دي بيكون شكلها خشبي. طبعا كنت عامل فيديو سابق قبل كده عن افضل 3 انواع من بريفكس في كل الاشكال وفي كل الصور وكل الكلام. دي بتكون شكلها ديكوري شويه، بتكون 56 بوصه، بتكون سعرها غالي شويه برده، بتعدي 3000 جنيه، دي كويسه. في حاجه اسمها باور دي ب 1950، في حاجه اسمها الصاروخ دي عامله 2050 تقريبا في وقت تصوير الحلقه. دي كده بالنسبه للمراوح. عايز تعرف بقى تفاصيل المروحه ال 54 بوصه وال 40 بوصه الفوريرا برضو، وال 56 اللي هي بتكون الجامبو، كل التفاصيل دي في حلقه مروح بريفكس. تقدر تكمل في علامه الاي لو عايز تعرف اكتر. مروح بريفكس هواها قوي جدا، سعرها في المتوسط، وبالمناسبه مروحه حجازي اثناء التشغيل صوتها بيكون عالي شويتين، وبرضو مروح بريفكس صوتها بيكون عالي شويه. حجازي اعلى من بريفكس في الصوت، فلو هتركب حجازي في اوضه نوم فما انصحكش بحجازي، هات حاجه اوطى شويه. مروحه بريفكس او المروحه اللي بتيجي يعني في المركز الاول هي مروحه تورنيدو العربي. في كلام بقى كتير جدا في تورنيدو العربي. تورنيدو العربي في منها 3 موديلات او 4 موديلات. في منها موديل ال60 ام، المروحه دي بتكون 60 بوصه، مش بتنفع في اوضه النوم لانها صوتها بيكون عالي، هي بتكون قويه جدا، و60 بوصه في الطبيعي بيكون 56 بوصه. في موديلين بقى او 3 موديلات 56 بوصه. في موديل الدبليو دبليو 56 بوصه، وفي موديل الدبليو اس دي هي بس الدبليو اس دي بتكون شكلها سيلفر مش ابيض. في موديل تالت واللي هو الاكثر مبيعا او المروحه اللي بيدوروا عليها الناس وانا كنت برشحها، اللي هي بتكون موديلها اتش 56 اتش. دي للاسف ما بقتش موجوده دلوقتي في السوق المصري خلاص، يعني ما تدورش عليها، لو لقيتها هتلاقي سعرها معدي 3000 جنيه، لان من جشع التجار
خبوا المراوح دي ففي الصيف بيعلوا سعرها وهتلاقيها كميتها قليله جدا. فانا دلوقتي انصحك اقول لك بلاش. انا كانت عندي المروحه دي ببيعها ب 1950 بس خلصت، جيت اطلبها تاني سعرها معدي او يعني قبل ال 3000 جنيه بشويه، يعني حوالي 2800 جنيه تقريبا. وصلت دلوقتي يعني ممكن توصل معاك، يعني بلاش نقول السعر بالظبط بس هي سعرها غالي، بتتباع اوفر برايس في السوق المصري. فانسب حاجه ايه دلوقتي؟ مروحه بريفكس، مروحه اسف تورنيدو الدبليو دبليو والدبليو اس لو انت عايز حاجه مش ابيض، والدبليو دبليو هي اللي شغاله معانا دلوقتي واللي بتنزل في السوق المصري، وسعرها تقريبا بيتراوح بين 2250 او 2300 حسب سعر السوق. طيب هتقول لي في فرق بين الاتش والدبليو دبليو؟ في الحقيقه بيكون في فرق. الاتش لما كانت بتنزل الموتور بتاعها بيكون اتقل وعدد اللفات بيكون اكتر، لكن بطلت تنزل فناخد ايه بقى؟ ناخد الدبليو دبليو. ده كده بيكون رايي في افضل 3 مراوح سقف موجودين في السوق المصري. لو انت عندك اي مروحه من اللي اتكلمت عنهم في حلقه النهارده ودي تجربتك معاهم، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده وتعمل سبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده. لو عندك اي استفسار تحت في التعليقات قول لنا.